اجتمعوا قريش بدار الندوة. دار الندوة تقدر تسميه مجلس شورى، أو تقدر تسميه مثلا برلمان. الآن نعبر عن البرلمان. كانوا إذا عندهم قضية مهمة يطرحوها، وكانوا يناقشوها على مستويات أعضاء هذا النادي اللي عندهم دار الندوة. وكانت مو مقتصرة على الرجال، لا، أكو بها نساء أيضا. يعني كانت أخت أبو سفيان عمة معاوية زوجة أبي لهب عضوة أيضا في دار الندوة، وأكو نساء أيضا أخر. فكانوا يتبادلون الرأي، يطرح الرأي ويتبادل. زين، صار الرأي عندهم أنه لابد من إبعاد هذا الرجل عن بلدنا. هذا ما ممكن نتركه لأن راح يفسد مجتمعنا. قريش أحست بخطر البعثة، وأن مسألة البعثة مسألة مو حادث محلي راح نقدر إحنا نسيطر عليه، لا، راح يخرج عن قدراتنا وسيطرتنا وراح يمشي إلى العالم. فهذا إحنا شلون نقدر نحصن أنفسنا من عنده؟ لابد أن نحصن أنفسنا بطريقة من الطرق الثلاثة. جماعة طرحوا فكرة الحبس، قالوا نحبسه. نعم، نجيبه ما نخليه يتحرك، نفرض عليه إقامة جبرية في داخل دار وما يتحرك أبدا، وبهذا نأمن من تحركاته تماما. هذا معنى يثبتوك، يعني يحبسوك. زين، وجماعة قالوا لا، هاي ما تنحل المشكلة. يعني ممكن أن يدخل عليه بعض أهله أو أقاربه ويسربون أفكار للخارج، فخلي نبعد عنه. جماعة أخر قالوا لا، إذا أبعدناه ما سوينا شيء، يعني طلعناه من مكان إلى مكان آخر وظل يتحرك بحرية، نقضي عليه، نقتله. وطريقة القتل أن نضيع دمه، لأن أكو بطنين بقريش، بطنين ضخمات، بني هاشم وبنو الفضل، دول راح يطالبون بدمه. فإحنا للقضاء عليه بدون مطالبة ما راح نضيع دمه. كل واحد من عشيرة نجيبه نعطيه سيف، إذا أعطيناه سيف نأمرهم جميعا أن يضعوا سيوفهم فيه دفعة واحدة، حتى بهذه الطريقة يضيع دمه. بعد ما تستطيع عشيرته أن تقاتل القبائل كلها. هذه الآراء اللي انتهوا إليها بعد مداولات عريضة طويلة، انتهوا إلى هذه، وصار القرار أن ينفذوها ليلة الهجرة. زين، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل لها المعلومات هاي، يحمل لها الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وأقرأها للنبي قال له ترى جماعة متهيئين إلى القضاء عليك، أنت لابد من أن تخرج، وعندما تطلع ينبغي أن واحد يظل مكانك حتى يوهمهم أنك بعدك ما تزال نايم في مكانك. إن الله يأمرك أن تضجع عليا مكانك. استدعى النبي صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله عليه، قال له الله أمرني أن أرجعك مكاني. قال له يا رسول الله وتسلم؟ يعني إذا أنا نمت مكانك أنت تسلم، أنا ما منع. قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. أخذ سيفه، نعم، واضطجع. إلى هنا طبعا احنا نعرف أن عملية الهجرة اشتركوا بها أشخاص. افرض أبو بكر طلع مع النبي وراح إلى الغار، وعلي يطالب نام مكان النبي، وجملة من الصحابيات هيئا طعام، قسم للنبي وقسم هيئوا راحلة. هذا كله إسهام في العملية. وإحنا عندما نمر بتاريخ الحادثة لازم نسلط الضوء على الحادثة بجميع ملابساتها. يعني بتعبير أبسط ينبغي أن لا نترك ذكر فضل لأحد إلا ونذكره. أي واحد إلى فضل بالواقع نذكر فضله ونذكر إسهامه، لأن هو هذا معنى التاريخ السليم.
التأريخ النظيف السليم. يعني افرض لما تسلط كاميرا على حادثة، الكاميرا تكون تسلطها على المشهد بكامله، يعني تصور الموضوع كله. أما أن تتسلط الكاميرا على جزء من المشهد والجزء الثاني يصير عليه تعتيم وظلام، هذا نقص وعيب. وبالفعل تلقى أكو جماعة من المؤرخين عندهم هالروح هذه، وهذه روح مع الأسف مو نظيفة. يعني أنت دا تذكر أن النبي خرج، طيب اذكر تضحية هذا الرجل، هذا تضحيته للمسلمين، يعني اذكر هذا. شو يسلط من الضوء على علي بن أبي طالب؟ يا أخي غريب والله. يعني أنت تتصور أنك بهذا راح تهدم لهذا الرجل؟ يا أخي هذا قمة ما ينهدم بها الحشايتين أبدا. هذا إذا ردت تصم عينك عن أنت تسيء لنفسك وتسيء لتاريخك، لأنه إحنا أكو عندنا نجوم مضيئة بالتاريخ، هذه تبطي تاريخنا روح. إذا جردنا تاريخنا من عندها ظل تاريخنا رفات، ظل جنازة آلية. في واقع الأمر هذا ما يضر هالمعنى أبدا، لأن هذا الرجل صنعته السماء، ومن تصنعه السماء لا يمكن أن تقضي عليه الأرض أبدا. وهذا كلام عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز، يقول له ما بنت الدنيا شيء إلا وهدمه الدين، وما بنى الدين شيئا واستطاعت الدنيا أن تهدمه. مش يقول له أحد الأدباء، يقول له سيدي كلما تلبد أفق وتجنى بعصفه الديجور وتمادت صحائف خط منها قلم الحيط والهوى والجور، لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه الشذا والعبير، بعض أوصافه السنة والعبير، الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير، فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور متحطة بالنار يعطيك عطر يعطيك طيب. فحباهم عطفا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور، وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شور، إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو سبك المأجور، فليشب ما شاء فليفعل ما بدا. على العموم أعود للموضوع. فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله عليا وقال له تضطجع في مكانه وطلع.